يا رب تكونوا بخير. هنبدأ النهاردة إن شاء الله في حل كتاب المعاصر للدرس الرابع في يونت 1، درس الديستريبيوشن برينسيبل. درس سهل جدا بس عليه أفكار جميلة جدا في كتاب المعاصر. يلا يا شباب كده، نص المنهج خلص إن شاء الله، المنهج كله يخلص على خير. هنبدأ يلا في حل أول سؤال. The two electron of 3s sub level differ in Z. طب أنت عندك 2 electron، اي 2 الكترون في نفس سب ليفل وفي نفس الاوربيتال هتلاقيهم كلهم متشابهين في البرنسبل، لان البرنسبل 3. متشابهين في السبسيدنري، يعني السبسيدنري اللي هي ال بتاعت الاس بزيرو. متشابهين في المagnetic الام ال بتاعته برضو بزيرو. السبين هتلاقيهم مختلفين، هتلاقي واحد باص لفوق وواحد باص لتحت، فهم مختلفين في السبين. هتكون الاجابه رقم دي. السؤال رقم 2 بيقول لك which of the following statement is correct. ايه من دول اجابه صحيحه؟ possible sometimes to determine البوزيشن والسبيد بتاع الالكترون at the same time. طبعا الاجابه دي خاطئه جدا، منعرفش نحدد البوزيشن والسبيد at the same time. رقم بي بيقولك ان the size of the orbital of the same atom بيكون similar. لا طبعا، ازاي؟ انت عندك اس وبي ودي واف، ممكن نفس الاتوم يكون فيها اس وبي ودي واف، ممكن نفس الاتوم يكون فيها 1 اس 2 اس، فكلهم مختلفين في ايه؟ كلهم مختلفين في السايز، فطبعا مش هيكونوا ايه similar في السايز زي ما هو قايل لك، فبي طبعا غلط. رقم سي بيقول لك the probability of the presence of the electron in the space between energy level increase. لا طبعا، ده بيكون increase في الاوربيتال، increase في الاوربيتال مش في السبيس. رقم دي بيقول لك ال 2 الكترون بتاع هيليوم not have the same 4 quantum number. هي دي الإجابة الصحيحة، هتكون الإجابة رقم دي. السؤال رقم 3 بيقول لك if 2 electron have the same 4 quantum number. 2 الكترون نفس ال 4 quantum number، ده معناه ان ال 2 الكترون found in ال 2 الكترون دول ايه؟ فين؟ تعال نشوف الاختيارات كده. هل هما نفس البرنسبل ليفل؟ لا، مستحيل يكون نفس البرنسبل ليفل. يعني مثلا لو جيت قلت لك مثلا 2 اس و 2 بي، هل هما الاتنين نفس الفور كوانتم نمبر؟ لا، انت ال هنا مختلفة والال هنا مختلف، الام هنا مختلفة والام هنا مختلف، وطبعا الأولى غلط. تو ديفرنت اتوم، هي دي الإجابة الصحيحة. طب ليه؟ انت عندك مثلا ممكن تلاقي اتوم فيها 1 اس 2 واتوم تانية برضو هتلاقي فيها 1 اس 2، فالاتنين ايه؟ الاتنين متشابهين، 2 1 اس 2 نفس الفور كوانتم نمبر لانهم ديفرنت في الاتوم، فطبعا يكون الإجابة رقم بي. السؤال رقم 4 بيقول لك the two electron in the same atom which have the same في ال L وال M، بيكونوا متشابهين في ال L ومتشابهين في ال MS. ال L يعني هما نفس السب ليفل، ال L هو نفس السب ليفل، يعني بيقول لك متشابهين في ال L، فهم كده نفس السب ليفل. وال MS اللي هما نفس ايه؟ الالكترون باص لفوق او باص لتحت، الاتنين ايه؟ متشابهين فيه. فتعالى للاختيارات. سب ليفل، دي صحيحة، هما نفس السب ليفل in two different اوربيتال، صح دي. طب ليه؟ لازم يكونوا تو ديفرنت اوربيتال، ان لو نفس الاوربيتال هتلاقي الكترون باص لفوق والكترون باص لتحت، هيكونوا ديفرنت في الام اس، وهو عايز ايه؟ هو عايز اللي بيكونوا ذا سيم في الام اس، فتكون الاجابه رقم ايه. السؤال رقم 5 بقول لك the value of the spin quantum number of the electron of the orbital of the same sublevel differ when the electron of its electron. طب بالراحة كده، تعالى السؤال بالراحة ونشوف هو عايز ايه. بقول لك قيمة السبين كوانتم نمبر لإلكترونز في اوربيتالز، ماشي، هو في نفس ايه السب ليفل، يبقى سبين كوانتم نمبر في الاوربيتال في نفس ايه؟ في نفس السب ليفل، نفس السب ليفل، تمام. هيكونوا مختلفين، الاوربيتالز هتكون مختلفة عندما يكون النمبر اوف الكترون منه. طب انت مثلا نفترض ان السب ليفل دوت هو بي، فبي هتلاقي ان فيه 3 اوربيتالات، ماشي، تمام. هو قال لك ايه؟ هو قال لك ان هو مكتمل بالالكترون. طب انت عشان خاطر يكون النمبر اوف الكترون دوت نربطه بعدد الاوربيتالات، لازم يكون عدد النمبر اوف الكترون اعلى من النمبر اوف ايه؟ اوف اوربيتال. طب ليه؟ طيب مش فاهمين. السؤال بالراحه بيقول لك هما ايه؟ نفس السب ليفل، بس بيكونوا ايه؟ هيكونوا مختلفين عندما يكون عدد الالكترون كام؟ هيكونوا مختلفين عن بعض عندما يكون عدد الالكترون ايه كام؟ فلازم يكون عدد الالكترون اكبر من عدد الاوربيتال عشان الاتنين يكونوا مختلفين في السبين، واحد باص لفوق وواحد باص لتحت، واحد باص لفوق وواحد لتحت، واحد لفوق وواحد لتحت. فما يكون عدد الالكترون اكبر من عدد الاوربيتال، هتلاقي ان هما الاتنين ايه؟ هيكونوا مختلفين عن بعض، فتكون الاجابه
رقم B اللي هما is higher than number of orbital. رقم 6 بيقول لك ايه؟ السؤال رقم 6 بيقول لك ان ال N وال L represent the energy. N زائد L كنا واخدينها اللي هي بتساوي الانرجي بتاعت السب ليفل، فهتكون اجابة رقم A. رقم 7 بيقول لك when the 3D sublevel 3D sublevel completely filled with electron، وانا بالالكترون، فان النيو الكترون اوكيوباي الالكترون الجديد هيجي يقعد فين؟ فاكرين كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول اس بس تعالى كده نقولها، هنقول ايه؟ اس بس 3B 4S، بعد كده عندك دب بس هو بيقول لك 3D. تمام، ف 3D اللي هيجي بعدها ايه؟ هو ال 4B، فطبعا هتكون الإجابة 4B اللي هي الإجابة رقم B. السؤال رقم 8 بيقول لك if the energy sublevel دي in an atom contain الايه 8 الكترون، بيحتوي على 8 الكترون، فعايز النمبر بتاع الهاف فيلد اوربيتال. طب تعالى كده بالراحه بكل بساطه، انت عندك الدي بيكون فيها كام اصلا اوربيتال؟ الدي بيكون فيها 5 اوربيتال، 1 2 3 4. تمام جدا. وبيقول لك فيها 8 الكترونات، تعالى نوزعهم على حسب هوند اللي احنا هنوزع فرد الاول، 1 2 3 4 5، بعد كده نوزع زوجي 6 7 8، كده احنا وزعناهم ايه؟ زوجي. يبقى هو الفيلد الهاف فيلد اوف الكترون هما اخر 2 اوربيتال بس، فهم 2 اوربيتال، هتكون اجابه رقم بي. رقم 9 بيقول لك what is the number of completely filled، عايز completely filled orbital في السي 6. طب تعالى كده السي 6 تعالى نوزعه، هتلاقي ان هو 1s2 2s2 2b2، فعايز النمبر اوف اوربيتال اللي هو الفيلد ايه؟ الفيلد اوربيتال الممتلئ. فين ده عندك الاول اس مكتمل والاوربيتال التاني بتاع اس مكتمل، فاللي مكتمل هما 2 اوربيتال بس اللي هما بتوع اس والاس دوت، فتكون اجابه رقم بي. سؤال رقم 10 بيقول لك the total number of the half field، عايز الهاف فيلد اوربيتال في الفلورين. طب تعالى نوزع الفلورين، هتلاقي ان هو 1s2 2s2 2b ده كده 4 وهما 9 2b 5. هو عايز ايه؟ عايز الهاف فيلد. طبعا الاس ده كومبليت والاس ده كومبليت. تعال نشوف البي كام واحد هاف فيلد، هما 3 اوربيتال، واحد لفوق واحد لفوق كده، يبقى كده 3، بعد كده نبدأ نجوزهم كده 4 5، يبقى الهاف فيلد هو اوربيتال واحد بس اللي هو الاوربيتال الاخير، فتكون الاجابه رقم A. السؤال رقم 11 بيقول لك which of the following sublevel has last energy، من دول بيمتلك اقل ايه؟ اقل طاقه. طب تعالى طيب نفترض ان ال n باي رقم، يعني مثلا نفترض ان n مثلا ب5 اللي هو في البرنسبل رقم 5، فالاولى هتكون ايه؟ 5s، التانية هتكون ايه؟ n ناقص 1 يبقى 4b، التالتة هتكون ايه؟ n ناقص 2 3d، الرابعة هتكون n ناقص 3 اللي هي 2b. فأني من دول last energy؟ طبعا أقل في الطاقة، أقل ايه؟ أقل في الطاقة اللي هو ال 2b هو أقل واحد فيهم في الطاقة. لو جيت بصيت اس بس هتلاقي ان 2b هو أقل واحد فيهم في الطاقة، فهتكون إجابة رقم دي. according to building up principle، ماشي، اللي هو ايه؟ يعني ايه building up principle؟ زي ما انت مثلا كده بتبني عمارة، فانت لما تيجي ان احنا بنعمل distribution، بنعمل اول حاجة بنملى ال the last of energy الاول، بعد كده نعمل ال higher of energy، اللي احنا مثلا بنملى 1s بعد كده 2s، ما ده اهو الاقل في الطاقة، بعد كده بنبدأ ايه؟ للاعلى في الطاقة، فانا نبدأ من الاقل في الطاقة للاعلى في الطاقة، هي دي building up principle. تمام، تعال نشوف الاختيارات. قال لك it is impossible to determine position والسبيد، ملهاش اي علاقة بالبيلدينج برنسبل خالص. رقم بي بيقول لك electron occupies the orbital with lower energy first، هي دي الإجابة الصحيحة، اللي احنا أول حاجة بنملى الأقل في الطاقة بعد كده الأعلى في الطاقة. رقم 13 بيقول لك which is easier losing an electron from 3D or from 4s. طب تعالى بالراحة كده، هنخسر طاقة من ال 4s ولا من ال 3D؟ انت لو مذاكر كويس هتقولي ان احنا هنفقد الكترون اسهل من الاقل في الطاقه. الاقل في الطاقه هو اللي نعرف نفقد منه ايه؟ الكترون اسهل، لكن اعلى في الطاقه الطاقه بتاعته عاليه، فماسك الالكترونات بتاعته ايه؟ جامده. فمين فيهم اقل في الطاقه؟ لو جيت تبص مين فيهم اقل في الطاقه،
هتيجي كده انت عندك الدي لو جيت ان زائد ال فتلاقي ان 3 بلس 2 5، وهتلاقي ان الاس بكام ب4. فطبعا ال 3 دي هو الاعلى في الطاقه، ال 3 دي هو الاعلى في الطاقه، فالاقل في الطاقه هو ال 4 اس، فال 4 اس هو الاجابه. فتعالى كده نشوف الاختيارات. فاحنا كده ال 4 اس هو الاجابه، يبقى دي غلط ودي غلط، فهي الاجابه لا ايه لا سي. تمام. بقول لك ان ال 4 اس closer to the nucleus، اقرب الى النيوكليوس. بص بقى عشان الحته دي في ناس بتقع فيها. انت عندك كده 1 2 3 4، 3 دي موجود هنا، 4 اس موجود هنا في البرنسبل رقم 4، فكده ال 4 اس ابعد عن النواه من ال 3 دي. يعني معنى كده ان ال 4 اس as it is farther from the nucleus than 3 دي، اللي هو ابعد عن النواه من 3 دي، فهتكون اجابه رقم سي. رقم 14، السؤال رقم 14 بيقول لك what is the number of the electron which have magnetic quantum number ml بتاعتها بزيرو في الكوبالت ايون تو بوزيتيف. تعال نوزع الكوبالت كده بكل بساطة. بنوزع كام الكترون؟ 25 الكترون، هما 27 وفي 2 فقدناهم، فهنقول 1 s 2 2 s 2 2 b 6 3 s 2 3 b 6 4 s 2 4 s 2 3 d 5. ده كده التوزيع بتاعهم. تمام. 3 دي قصدي 7، اسف 3 دي 7. تمام، ده كده التوزيع بتاعه. فهو بيقول لك ايه؟ دي 3 دي 7، دي 7 ماشي. المهم فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك فقط 2 الكترون، فهنفقد 2 الكترون منين؟ من ال 4 اس 2. طب ليه من 4 اس 2؟ ان هو اقل في الطاقه، وهو كمان ابعد برنسبل، هو ابعد واحد، هو في الفور الوحيد اللي هو في ايه؟ البرنسبل رقم 4. انت ما كان عندك كده اهو، هنا برنسبل رقم 1 2 3 4. اما تيجي انت هتفقد الكترون، هتفقده من البرنسبل الاخير ولا من اللي قبل الاخير؟ طبعا البرنسبل اللي هو الاخير رقم 4، فعشان كده فقدنا ال 2 الكترون من 4 اس 2. وصلت؟ اعتقد كده وصلت، فاحنا فقدناهم من هنا. تعال نشوف الام ال بتاعتها بزيرو ايه هو. انت عندك الاس ام ال بتاعتها بزيرو، فانت عندك 2 الكترون هنا، والاس هنا برضو 2 الكترون هنا، البي برضو فيه 2 الكترون في النص. طب جم منين التو الكترون؟ انا فاهمك دلوقتي. انت عندك 3 اوربيتال، فهم عاملين كده تمام بالشكل ده كده، لان هو كومبليت فيلد. عندك هنا ماينس 1 وفي النص زيرو وهنا 1، فالام ال بتاعتها بزيرو، التو الكترون اللي في النص هنا، عشان كده البي فيها 2 الكترون. الاس هنا برضو فيها 2 الكترون، والدي فيها 1 الكترون بس، الدي فيها 1 الكترون بس. فانت عندك كده 2 و 2 4 و 2 8 و 2 يبقى 10 و 1 يبقى 11، فتكون إجابة رقم دي اللي هي 11 إلكترون. يا رب تكون وصلت. وسؤال برضو ما فهمتوش ابعتولي على الأرقام اللي هسيبها لكم في الديسكريبشن، أعيدهولكوا تاني شرح مفيش مشكلة على الواتس عندي. رقم 15 بيقول لك the total number of orbital has the total number of orbital are filled with electron، المكتمل بإلكترونات is in the two energy level m زائد ال اتوم اللي هو الاورجان 18. طب تعالى نوزع الاورجان 18، هتلاقيه اللي هو 1 s 2 2 s 2 2 b 6 3 s 2 3 b 6. ده كده توزيع الارجون ماشي. هو عايز يبقى في السؤال، هو عايز النمبر اوف اوربيتال، عدد الاوربيتال اللي بيكون في الام والال. الام والال دوت اللي هو البرنسبل. انت عندك هنا كي ام ال، فعايز في البرنسبل رقم 2 ورقم 3. اللي في البرنسبل رقم 1 اشطبوا، ده مش معانا، فهنشطب 1 اس 2 دي ايه مش معانا اهو، لغيناها خالص اهو. تمام تمام. تعال نحسب عدد الاوربيتال. الاس فيه اوربيتال واحد، البي فيها 3 اوربيتال، الاس اوربيتال واحد والبي فيها 3 اوربيتال. تعال نحسب كده. هنا عندك 1 و 3 4 و1 يبقى 5 و 3 يبقى 8، فهتكون الإجابة رقم بي اللي هي 8 اوربيتالز. خش بعد كده على السؤال رقم 16. بقول لك which of the following represent the principal quantum number في اللاست الكترون في الاكسجين. طب تعال نوزع الاكسجين، هتلاقيه اللي هو 1s2 2s2 2b4. فاللاست الكترون اللي هو ايه؟ اللي هو الالكترون رقم 4 في البي. طب تعالى كده، انت عندك كده 3 اوربيتال هنا، دي كده نوزعهم فرادى الاول، بعد كده نبدا نجوزهم. هو الاوربيتال ده الالكترون ده قصدي، فالالكترون ده باص لتحت ماشي تمام. اول حاجه البرنسبل بتاعه رقم 2،
البي ال بتاعته 1 عشان هو في البي. الام ال بتاعته فين؟ في الماينس 1، هو في اول اوربيتال يبقى في الماينس 1. ماشي، وهو سالب نص ولا موجب نص؟ طبعا هيكون ماينس هاف، فهتكون طبعا الإجابة رقم دي، هي فيها المواصفات بتاعة الإلكترون دوت. سؤال رقم 17 بيقول لك which of the following are the possible quantum number of the last electron which has highest energy في الفاناديوم. ماشي، آخر إلكترون اللي هو الهايست انرجي. طب تعالى نشوف الفاناديوم كده، هنحسبه اللي هو 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 بعد كده 3d3. تمام. في آخر واحد اللي هو 3d 3 دي فيها 5 اوربيتال 1 2 3 4، فتوزعهم فردي الأول يقبل هو الإلكترون دوت، الإلكترون في دوت اللي هو في الام ال بإيه؟ بزيرو. طب تعالى كده، أول حاجة هو في البرنسبل رقم 3 لأنه 3 دي 2، فطبعا الإجابة سي ودي غلط. ال بتاعته ب2 عشان هو دي، وفي الام ال 0. طب هل هو ماينس هاف ولا بوزيتيف هاف؟ طبعا هيكون بوزيتيف هاف عشان خاطر هو باصص لفوق، فهتكون الإجابة رقم A. سؤال رقم 13 بيقول لك which of the following are quantum number، اللي هو في الإلكترون رقم 19 في الكروميوم. الإلكترون رقم 19 في الكروميوم، تعالى نوزع كده الكروميوم، هتلاقيه اللي هو 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d4. ده كده التوزيع بتاع الكروميوم. تعال نشوف رقم 19 أنهي واحدة. رقم 19 انت تلاقي هنا 2 و2 و6 يبقى 10، يبقى كده 12 12 6 18، والكترون واحد من هنا بس، يبقى هو اول الكترون في الفور اس 1، يبقى هو 4 اس 1 هو دوت الالكترون اللي هو عايزه. ماشي، الالكترون اللي هو عايزه ده في البرنسبل رقم 4، فهتكون الاجابه سي ودي غلط. ال بتاعته بكام؟ بزيرو عشان هو اس، فهتكون الاجابه رقم ايه هي الاجابه الصحيحه. رقم 19 بيقول لك which of the following combination of quantum number represents a single electron in the atom الجاليوم element. ماشي، الجاليوم element اللي هو السنجل الكترون اللي بيكون فيه ده. تعال نشوف انهي واحد السنجل الكترون. تعال نوزع، هتوزع 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 بعد كده 3d10. تمام، انت تقول اس اس بس ده بس، فهتلاقي بعدها 4 بي 1. ده كده التوزيع بتاعته. تمام. السنجل اللي هو فيه الفور بي، السنجل اللي هو بيكون فيه الفور بي، الفور بي ده فين؟ قالك في الماينس 1، الام ال بتاعته بماينس 1. تعال نشوف الاختيارات. الان بتاعته بكام؟ ب4، لان 4 بي 1 فالبرنسبل بتاعته 4، يبقى اول واحده غلط. ماشي، ال بتاعته بزيرو ولا 1 ولا 2؟ ال بتاعته بكام؟ ب1 لان ده بي، والبي ال بتاعته ب1، فهتكون اجابه رقم سي. السؤال رقم 20 which of the electrons that have the following quantum number highest energy؟ ايه من دول highest energy؟ طب تعالى نشوف الاختيارات كده. ال n بتاعته ب3، ماشي، ال L بتاعته بكام؟ ب2، يبقى 3D. رقم B 4 البرنسبل بتاعته، طب ال L بتاعته بكام؟ ب2، يبقى 4D. رقم C بيقول لك ان ال N بتاعته ب4 البرنسبل ب4، تمام، ال L بتاعته ب1 اللي هي 4B، اسف 4B. تمام. رقم دي اللي هي 5 برنسبل بتاعته، ال بتاعته ب0، يبقى هو اس. ايه من دول بقى the highest energy؟ انا من دول highest energy، طبعا هتكون الاجابه رقم بي اللي هو ال 4 دي. لو جيت بصيت اس بس دبس هتلاقي ان ال 4 اس هي اكبر، 4 دي قصدي هي اكبر واحده، فهتكون الاجابه رقم بي. يا رب تكون وصلت. في رقم 21 بيقول لك what is the number of electron which have the principal quantum number 4؟ كم الكترون بيمتلك principal quantum number 4 في البوتاسيوم element؟ تعالى كده نوزع البوتاسيوم، هتلاقي ان هو 1s2 2s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s1. ده كده التوزيع بتاعت البوتاسيوم. ففي ال N بإيه؟ ب4. مين فيهم البرنسبل بتاعه 4؟ مفيش غير ال 4s1، يبقى هو فيها إلكترون واحد بس، فهتكون الإجابة رقم A اللي هو 1 إلكترون.
السؤال رقم 22 بيقول لك number of electron which have نفس ال L ونفس ال ML في x 15. تعالى نوزعه. هتلاقيه 1s2 2s2 2b6 3s2 3b3. ده التوزيع بتاعته. تمام جدا. وعايز نفس ال L ونفس ال ML. انت عندك هنا ال 1s2 نفس ال L ونفس ال ML، يبقى كده 2 الكترون نفس ال S نفس ال L ونفس ال ML، وهنا برضو 2 الكترون نفس ال L ونفس ال ML. هتلاقي في ال B انت عندك ال B فيها 6 فوق وتحت فوق وتحت فوق وتحت. تمام كده. عندك اللي في النص ده ال ML بتاعته بزيرو، وال L بتاعته برضو هتلاقيها ايه بزيرو. ففي 2 الكترون برضو في ال B نفس ايه نفس ال L ونفس ال ML، ففي 2 الكترون هنا. تمام ممتاز جدا. لا معلش هنا قصدي الام ال بتاعته بزيرو، لكن ال بتاعته بكام؟ ال بتاعته ب1. هو عايز حاجه الكترونين نفس ال ونفس الام ال. وعندك برضو 2 الكترون هنا متشابهين، وعندك هتلاقي 1 الكترون بس هنا هو المتشابه زيهم، فاجمعهم يلا. هنا عندك 2 2 4 و2 يبقى كده 6 و2 يبقى 8 و1 يبقى كده 9. فتكون اجابه رقم سي. اجابه رقم سي هي الاجابه الصحيحه. السؤال رقم 23 بيقول لك the opposite table، يقول لك الجدول اللي قدامك دوت the number of electrons which are present in the principal energy level. تمام في الجراوند ستيت. قال لك هو النمبر بتاع الالكترون اللي بيمتلك السبسيدنري ال ب1. طب طالما السبسيدنري ال ب1 يبقى كده هو بيتكلم على ايه؟ على طب ليفل بي. طب هو كده تعال نوزع دول كده، وانت عندك كده في 2 8 و2 8 يبقى كده دول هما ايه؟ هو 20 الكترون. تعال نوزعهم يلا. هتلاقيهم اللي هو 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2. ده كده التوزيع بتاعتهم. تمام. طب بي كام الكترون في البي؟ انت عندك هنا 6 في البي هنا، وبرده 6 في البي هنا، يبقى كده عندك 12 الكترون. هتكون الاجابه رقم سي. السؤال رقم 24 بيقول لك وات از ذا اتوميك نمبر. الاتوميك نمبر بتاعت اللي فيها ايه؟ اللي فيها 8 اوربيتالات. تعالى كده نوزع بكل بساطه. عندك هتلاقي 1s2 2s2 2b6 3s2 3b. تعال نشوف كده بقى. تعال انت عندك الاس اوربيتال واحد، والاس هنا برضه اوربيتال واحد، البي فيها 3 اوربيتال، والاس فيها اوربيتال واحد، والبي هنا برضه فيها 3 اوربيتال. تعال نشوف كده عدد الاوربيتالات كام. هنا واحد يبقى كده 2، وكده يبقى 5، وكده يبقى 6، وفي 2 اوربيتال من هنا، يبقى كده هما التمانية اللي هو عايزهم. يبقى كده فيها كام الكترون؟ هتلاقي ان انت عندك هنا 2 وهنا 2 وهنا 2 وهنا 2، يبقى 2 في 6 ب 12 الكترون. وفي 2 الكترون هنا، الكترون هنا والكترون هنا، يبقى كده هما 14 الكترون. يعني طالما هو قال لك ان هما 8 اوربيتال بس، يعني معنى كده ان في 2 الكترون هنا متوزعين فرادا الاول، متوزعين فرادا الاول. عشان كده قلنا في 2 الكترون هنا. هتكون اجابه 14 الكترون. تعال نشوفها في الاختيارات. هي الاجابه رقم بي. سؤال 25 بيقول لك which of the following is the number of completely filled orbital في الاليمنت. completely filled orbital في الاليمنت، ومديك الاتوميك نمبر. احنا زي ما قلنا فوق دلوقتي عشان نعرف الاتوميك نمبر بنضرب عدد الاوربيتال في 2. نضرب عدد الاوربيتال في كام؟ في 2. تعالى نضرب عدد الاوربيتال في 2 ونشوف ان الاجابه الصحيحه. هنا نضربها في 2، لا مش 25، فلا ايه خاطئه. هنا 10 في 2 ب20. هي دي الاجابه الصحيحه رقم بي. لان كل اوربيتال بيكون فيه 2 الكترون، فانت ما تضرب ال2 فانت ما تضرب اي اوربيتال في 2 هيطلع لك على طول عدد الاتوميك ايه نمبر. سؤال 26 بيقول لك the number of the orbital which are half filled. ركز معايا. half filled electron equal half filled electron لازم يكون equal للبرنسبل كوانتم نمبر. يبقى half filled electron equal للبرنسبل كوانتم نمبر في انهي دول؟ نجرب الاختيارات. ان 7 هنيجي نوزعها 1s2 2s2 2b3. تمام. انت عندك البي كده 3، يعني فيها كام فرادا؟ الهاف فيلد فيها 3، لكن البرنسبل هنا بكام؟ ب2. فالاتنين مش ايكوال، يبقى ان ايه؟ ان 7 غلط. تعال نشوف الاكسجين. الاكسجين 1s2 2s2 2b4. تمام. تعال نشوف عدد الهاف فيلد ايه هو. هتلاقي انت بتوزع كده الاول 1 2 3، وهتوزع كده هتلاقي الهاف فيلد كام؟ 2، والبرنسبل بكام؟ ب2. البرنسبل برضه ب2، يبقى دول كده ايكوال
عدد الهاف فيلد ويز الكترون بالبرنسبل كوانتم نمبر، فتكون الاجابه رقم بي هي الاكسجين اجابه صحيحه. سؤال 27 بيقول لك what is the number of electron which can have magnetic quantum number 3 اسف minus 3 in sublevel 4f9. طب تعالى كده نشوف ال 4f9. الاف فيها كام اوربيتال؟ فيها 7 اوربيتال، 1 2 3 4 5 6 تمام. ال 9 تعال نوزعهم. انت عندك هنا بيكون minus 3 وعندك هنا بيكون minus 2، هنا minus 1 0 1 2 3، ده الام ال بتاعت الاوربيتال تمام. طيب كده نشوف الاف فيها 9، فنوزع فردي الاول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تمام جدا. والسؤال بقى عايز ايه؟ بيقول لك ان ماينس 3 فيها كام الكترون؟ فيها طبعا 2 الكترون بس، يعني ماينس 3 اهي بيكون فيها 2 الكترون بس، هتكون الاجابه رقم بي اللي هي 2 الكترون. خش بعد كده سؤال 20 بيقول لك ان element at valence shell contain number of electron. valence shell اللي هو اخر ايه؟ اخر سب ليفل تمام. عنده number of electron equal للبرنسبل ليفل والسب ليفل والاوربيتال. تعال كده بالراحه. انت عندك ال الليثيوم وعندك توزعه 1s2 2s1 ممتاز جدا. هو في كام الكترون في الفالنس شيل؟ في الكترون واحد. هل الالكترون واحد ده بيساوي البرنسبل؟ البرنسبل عنده ب2، فطبعا لا، اجابه خاطئه، مش هتكون الليثيوم. تعال نشوف طيب الهيليوم. الهيليوم هتوزعه تلاقيه 1s2، هتلاقي ان هو في 2 الكترون في الفالنس شيل تمام. هل هو بيساوي النمبر اوف برنسبل ليفل اللي هو واحد، اللي هو واحد هنا اهو؟ لا طبعا برضو اجابه خاطئه، مش الهيليوم ولا الليثيوم. الباريوم تعال نشوفه. هتقول كده 1s2 2s2 تمام. الفالنس شيل 2 الكترون بيساوي عدد البرنسبل ليفل صح. طب بيساوي عدد السب ليفل؟ ده في 2 سب ليفل اس واس اهو صح. طب بيساوي عدد الاوربيتال؟ ده في اوربيتال واحد في الاس دوت واوربيتال واحد في الاس ده، يبقى 2 اوربيتال، يبقى 2 هي 2، يبقى كده طبعا هي الاجابه رقم سي هي الاجابه الصحيحه. السؤال رقم 29 بيقول لك ان الايرن element the number of the half field orbital equal لقيمة الكوانتم نمبر في الفارسست اللي هو الأبعد يعني إلكترون from the nucleus which following the quantum number. طب تعال نوزع الأيرن كده. هتيجي انت توزع الأيرن هتقول اللي هو 1 1s2 2s2 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6، بعد 3b6 هتلاقي 4s2، بعد كده 3d6 تمام. قال لك ايه من دول بقى؟ ايه من دول اللي هو ابعد الكترون عن النواه؟ ابعد الكترون عن النواه اللي هو ايه؟ اللي هو 4s2، هو ده ابعد الكترون عن النواه. ليه؟ لان في البرنسبل ليفل رقم 4، والبرنسبل ليفل رقم 4 ابعد من البرنسبل ليفل رقم 3. انت عندك كده اهو بالشكل ده كده، فانت عندك هنا 3d وهنا ال 4s، فال 4s هو ابعد عن ايه؟ عن النيوكليس. ممتاز جدا. بيساوي ايه؟ انت عندك هتلاقيه بيساوي ايه؟ طبعا هيكون بيساوي البرنسبل كوانتم نمبر ليفل اللي هي 4، فتكون الاجابه رقم ايه. هو بيقولك عدد الهاف فيلد، عدد الهاف فيلد في الكام؟ احنا قلنا في 3 دي 6، فانت عندك هتشوف عدد الهاف فيلد. انت عندك الدي في 1 2 3 4 وفي 5 اوربيتال، فانت توزعه فردي الاول 1 2 3 4 5، وهنا ايه؟ وهنا هتجوز واحد، فهيبقى كام؟ هيبقى 4 اوربيتال اللي هم هاف فيلد، ففي 4 اوربيتال هاف فيلد هتلاقيهم بيساوي البرنسبل كوانتم نمبر بتاع ايه؟ بتاع ابعد حاجه عن النيوكليس اللي هو ال 4 اس ايه؟ اللي هو ال 4 اس 2. فانت عندك الفور هي الفور اللي هي الفور بتاعت البرنسبل، والفور بتاعت الهاف فيلد بتاعت ال 3 دي 6، هتكون الاجابه رقم ايه. يا رب تكون وصل. رقم 30 بيقول لك وات از ذا نمبر اوف الكترون اللي هي بنولتيميت برنسبل انرجي، اللي بنولتيميت اللي هو اللي قبل الاخير في الاتوميك نمبر رقم 28. طب تعالى كده نشوف البرنسبل انرجي اللي هو اللي قبل الاخير دوت. هتيجي توزع 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 3b6 4s2 3d8.
البرنسبل اللي قبل الاخير اللي هو كام؟ هو اعلى برنسبل 4، فالبرنسبل اللي قبل الاخير اللي هو 3. فشوف البرنسبل اللي قبل الاخير اللي هو 3 فيه كام الكترون. عندك هنا في 3s2 يبقى كده فيه 2 الكترون. عندك هنا 3b6 يبقى كده فيه 6 الكترون. ماشي، عندك هنا في 8 الكترون في ال 3 دي، يبقى انت عندك كده 2 و 8 10 وال 6 الكترون يبقى 16 الكترون، هتكون الاجابه رقم دي. سؤال رقم 31 بيقول لك what is the electronic configuration في ال outermost third energy level of stable 7 valence electron. طب تعالى كده نشوف ايه من دول الإجابة الصحيحة. 3s1 3b6 طبعا إجابة خاطئة جدا. 3s1 المفروض كان يكملها خليها ايه 3s2، فطبعا هي الإجابة الخاطئة. نخش على التانية 3s1 نفس الكلام برضو، هي إجابة ايه خاطئة. رقم سي 3s2 3b5 هي دي التوزيع الصحيح وهي دي الإجابة الصحيحة لرقم سي. سؤال رقم 32 بيقول لك what is the electronic configuration represent excited atom. يعني ايه excited atom؟ excited atom اللي هو الكترون كان المفروض يبقى في sub level بس هو نط وطلع لسب ليفل اعلى في الانرجي. طب تعالى نشوف الاجابه اللي بتقول كده 1s2 2s1 مفيش اي الكترون طلع لحاجه اعلى منها ونط لوحده. 1s2 2s2 2b6 3s2 مفيش برضو excited atom هنا، مفيش الكترون نط ليفل اعلى منها. شوف الإجابة رقم سي 1s2 2s2 2ba 2b2 اهو. انت عندك الكترونات طلعت من هنا طلعت للسب ليفل الاعلى ايه منها، الكترون طلع من هنا طلع للسب ليفل الاعلى ايه منها، فهي دي اللي تسمى اكسايتد اتوم، فهتكون الإجابة رقم سي. رقم 33 according to هوند رول عايزين نوزع النيتروجين، فانت تيجي توزع النيتروجين 1s2 2s2 بس هو اتقال لك تبع لايه لهوند رول، فهتخليها 2px1 و 2py1 و 2pz1. لان انت عندك البي في 3 اوربيتال، الاول واحد اسمه bx، تاني واحد اسمه by، تالت واحد اسمه bz، فيكون الاجابه رقم سي. سؤال رقم 34 بيقول لك according to هوند رول electronic configuration. هوند رول يبقى لازم نوزع فردي الاول، هنا مش متوزع فردي الاول، هنا المفروض دول يكونوا عكس بعض، المفروض واحد لفوق وواحد لتحت، فهنا برضو غلط. هنا صح 100%، لا طبعا مش صح 100%، المفروض ده يكون لفوق، يعني طالما فردي الاول بتوزعه لفوق. هي الاجابه رقم دي هي الاجابه الصحيحه. السؤال رقم 35 بيقول لك ان في 3 امبيرد الكترون في الفوسفورس. امبيرد الكترون هو ايه فردي، فرديين واقفين لوحدهم امبيرد، فطبعا هوند هو اللي قال لك ايه اللي انت توزع فردي الاول، فهتكون الاجابه رقم بي. which the following violates باولي برنسبل. ايه من دول اللي انتهك او كسر قاعده باولي؟ طب هو باولي كان قال لنا ايه؟ باولي كان قال لك ان عندك مستحيل ان يكون في 2 الكترونز داسين في الفور كوانتم نمبر، فايه من دول ان في 2 الكترونز داسين في الفور كوانتم نمبر؟ ده ملوش اي علاقه بباولي، هو ده الاجابه الصحيحه رقم بي، لان انت عندك فوق 2 الكترون طالعين لفوق، ال 2 الكترون دول نفس ال ونفس ال ونفس ال ونفس كمان ال الاتنين طالعين لفوق، فهيكونوا ايه الاتنين بوزيتيف نص، فهو ده اللي انتهك او كسر قاعده باولي ان فيه هو 2 الكترون داسين في الفور كوانتم نمبر، فهي دي الاجابه الصحيحه رقم بي. السؤال رقم 37 بيقول لك ان الكونفجريشن بتاع الفلورين اتوم in its stable state doesn't obey، ما بتعتمدش على ايه؟ طبعا هنا بيعتمد اسحل السؤال ده بالاستبعاد، هو هنا بيعتمد على او باو اهو، بيرتب من اقل في الطاقه بعد كده اعلى في الطاقه، بيتبع هوند برضو ان بيوزع فردي الاول، بيتبع هوند رول واكسكلوجن رول، لا هتكون بقى ايه الاجابه رقم سي اللي هي الاكسكلوجن برنسبل اونلي، هي دي الاجابه الخاطئه. كده احنا خلصنا اسئله الكتاب المعاصر، اتمنى يكون الشرح وصل لكم، ولو في برضو اي حد في اي شرح وقع منه او مثلا في سؤال مفهموش مني ابعتولي، وربنا يوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.